هذا البراند الخاص. الله يشكرك. العراقي الذي حطم ارقام جينيس للطيران، الاستاذ الطيار فريد لفتة، اليوم يدخل الوسط الادبي وبقوه وبكتابين من معرض بغداد الدولي، الانسان لا شريك له، وهكذا تحدث السيد كباب. استاذ فريد حبيبي مرحبا. مرحبا بك، شكرا على هذا اللقاء الجميل. الله يحفظك. لا بالعكس، اني سبق هذا مجموعه كتب ما شاء الله، ايضا طبعت مع دار اماراتيه، وهذه الكتابين ايضا مع دار اماراتيه. اني احب الفلسفه، اعشقها واكتب في هذا المجال. اني مو متخصص ولكن مطلع جيد. احنا مريت تحرق على القارئ محتوى الكتاب، بس صح. هذا طبعا احنا كباب من محبينا ومتابعينا دائما. لكن الانسان لا شريك له، هذا المعنى قوي، هذا العنوان ممكن يثير ضجه. لا بالعكس، اذا انت اخذته من منظور ديني، نعم، فالانسان هو الذي قبل، نعم، الامانه بعد عرضها على السماوات وعلى الجبال، نعم. وبالتالي الانسان هو لا شريك له في حكم الارض، في حكم الارض. هذا من المنظور الديني. من المنظور الفلسفي، اذا رحنا الى ديكارت كوجيتو، انا افكر اذا انا موجود، وبالتالي التفكير والوعي يتسبب بالوجود، والوجود هو شيء منفرد لكل كائن وخاصة الإنسان، فلهذا الإنسان لا شريك له من خلال وجوده. على معرض بغداد الدولي شوية مشاركتك؟ أنا والله سعيد، يعني أنا أول مرة أشارك في معرض بغداد الدولي الكتاب من خلال دار بو ملحة الإماراتية، اللي أشوفه مختلف عن بقية الدور، سواء في الخليج أو مصر أو في أي دولة أنا حضرت، حتى تركيا أنا حضرت في اسطنبول. هو نوعية الحضور، يعني نوعية الحضور رائعة، يعني زخم، كمية كبيرة. يعني الحقيقة أثبت العراقيين اليوم أنهم هم قارئين وقارئين بامتياز، وهذا شيء يعني مفرح وإيجابي، على أنه الأجيال القادمة هي أجيال راح تكون عندها وعي وعندها قيادة وعندها قدرة على. ممكن نشوف الطيار فريد لفتة بالعراق بمشروع الطيران؟ أنا أصلاً هسه بعد لقائي مع دولة الرئيس، يعني أسسنا مؤسسة هي الأولى من نوعها بالعراق، اللي هي مؤسسة كابتن فريد لعلوم الفضاء والطيران. ما شاء الله. وحظت بدعم دولة الرئيس، وأيضاً بدعم مجلس النواب، وخاصة الحاج محسن المندلاوي. وحقيقة حققنا وقطعنا شوط كبير. تستاهل كل الخير. شكراً لك، وأنا سعيد طول جداً. عمرك، فدوى لعينك، يحفظك، فدوى لعينك، شكراً. ومرحبا شباب.